السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جيت يا جماعة ورجعت تاني. طبعا متأسف جدا على الفترة الطويلة اللي فاتت ديت بتاع سنة ولا بتاع وقفت فيها عن الفيديوهات، بس إن شاء الله راجع لكم تاني. اللي ما يعرفنيش أنا ياسين محمد، يلا بينا. رمضان في التلفزيون المصري تقريبا ثابت بقاله بتاع 3-4 سنين. هو مش في التلفزيون المصري بس، هو في التلفزيون العربي، بس انا هتكلم عن التلفزيون المصري يعني بوجه خاص، لان انا ماليش دعوه بالحاجات التانية دي. الاعمال الفنيه عندنا في مصر في رمضان ما بتبقاش مقسمه لاعمال فنيه، يعني بتبقى مقسمه لممثلين، وكل ممثل بتعمل له السيناريو بتاعه. يوسف الشريف ده ملك الاكشن في السينما المصريه حاليا، بتعمل له كل سنه مسلسل غامض، المفروض ان المسلسل دوت معمول سيناريو واخراج وحاجه زي الفل. رقم مجهول، الصياد، لعبة إبليس، اسم مؤقت، قيصر. هو حصل نفسه في دور معين. يعني يوسف الشريف دلوقتي خلاص بقى سايب الأفلام كلها، بقى شغال في سكة المسلسلات بس. يعني يوسف الشريف ده الناس مكسرة بيه الدنيا على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا. ده اسمه محمد إسماعيل. في بعض الممثلين بييجوا يغيروا مثلا الستايل بتاعهم في رمضان او حاجه، يعني مثلا مصطفى شعبان. مصطفى الناس كانت تعرفوا عنه ان هو دايما كان بيبقى عامل دكتور نساء وتوليد. عمل ايه تاني؟ المهم يعني ان هو كان بيبقى عامل مسلسل وهو راجل بتاع ربنا، بيجيب معاه نخبه من ألمع نجمات السينما المصريه عشان يملى العمل الفني ده بالحاجات الهادفه يعني. بس السنه دي مصطفى شعبان قرر ان هو يطلع عن اطار ويعمل مسلسل ابو البنات، بيناقش فيه قضيه دراميه، يعني هي دراما كوميديه عائليه. يعني اعتقد ان هو عشان يخلي الناس تتابعه وعارف الناس مش هتتابع دراما، فجاب معاه صفي نقص. خلينا نبص الموضوع دوت من ناحيه تانية. السنه دي الاجنده ناقصه يا جماعه. السنه دي والسنه اللي فاتت تامر حسني ما عملش مسلسلات. الموضوع ده هيسبب ازمه عندنا. البنات اللي لسه متجوزين جداد هيواجهوا ازمه ان هم يسموا ولادهم في كام سنه جايين. يعني احنا عارفين ان انتشار طبعا الاسماء الفتره اللي فاتت ديت او الكام سنه اللي فاتت بسبب مسلسلات تامر حسني. اي واحده تخلف عايزه تسمي ابنها ادم، واحده عايزه تسمي ابنها عمر، واحده عايزه تسمي ابنها ياسين. غير المسلسلات يا اخي، رامز بقى شيء اساسي في رمضان. يعني ده رامز بقى اساسي اكتر من الكنافه والقطايف، بغض النظر عن البادجت الخرافي اللي بيتحط في برامج رامز جلال، وبغض النظر عن اي حاجه تانية. مش هتكلم عن البادجت ولا هتكلم ان هو تمثيل ولا مش تمثيل ولا هتكلم عن اي حاجه تانية. وفي كل سنه كل رمضان بيطلع برضه خلال الاجنده بتاعت رمضان بيبقى مثلا محطوط في خانه البرامج كده اهوت مثلا ايه، رامز واحد بيحاول يعمل مقالب جديد. بس انا مش بتكلم عن الناس دي، انا بتكلم عن الناس اللي طلعت وعملت مقالب وفشلت وملهاش جمهور ولا اي حاجه ومستمره. يعني رامز على الاقل يعني عنده كاريزما كده، يعني هو عنده حضور جماهيري، وراجل بيعرف يسلي الناس مثلا من اول ما الزبون يدخل معاه واول حلقه ويقعد يجيب لنا فيه ويقعد يتريق عليه شويه ويديك شويه تعليق كده مغطي بي ان سبورتس. بس ده بيسلي بيدعم محتوى البرنامج بتاعه. هو محتوى يعني مش قوي بس بيدعمه يعني. بس هاني رمزي مصر ان هو يعني يخنقنا يعذبنا كل سنه. في حاجه كويسه جدا في رمزي، هو ما استسلمش، هو فضل مكمل، عنده اصرار غريب كده ان هو يكمل وينجح في الطريق ده. هو ده شيء كويس طبعا، بس مش على حساب راحتنا احنا وعلى حساب قرفنا احنا. ليه طيب يا اخي احنا ليه ما عندناش ابداع في الفن؟ ليه ما بنعملش دراما جديده؟ ليه ما بنستعينش بالشباب نعمل مسلسلات هادفه؟ يا اخي مسلسل وراه رساله. مبدئيا يا جماعه خلينا سيبنا من المسلسلات ومن البرامج والحاجات دي كلها، وخلينا بجد نيجي لحاجه محزنة ومضحكة في نفس الوقت. محزنة أكتر من إنها مضحكة. أحمد الشقيري مش هقول هو الوحيد، بس هو من الناس القليلة جدا جدا جدا، من الناس الوحيدين اللي بتعمل حاجة تستحق إن أنت تقعد قدام التلفزيون وتتفرج عليه. ربنا يعينك علينا. الراجل ده عمل خواطر لمدة 11 سنة، كل رمضان بيعمل 30 حلقة، يعني 11 في 30 ب 330 حلقة. بيقول لنا فيهم يا جدعان العيب فينا احنا. 330 حلقة ما هوش كفاية ان انت تقول للناس ان هم متخلفين. يعني كلمة مفيش فايدة دي لو نفعت تتشال من سعد باشا زغلول مش هتروح الا لأحمد الشقيري اساسا. المغزى من الفيديو دوت مش الغرض منه الضحك على قد ما الغرض منه ان احنا يا ريت رمضان نستغله بطريقة صحيحة. يعني ده رمضان يعني. يا رب كل فيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك، سبسكرايب، شير كده يعني. تمام.